عندي سؤال لكل واحدة بتشوفني دلوقتي، ازاي بتشوفي نفسك؟ ازاي بتشوفي شخصيتك؟ وهل اللي بتشوفيه عن نفسك حقيقي وموجود فيكي؟ او هو مشاعر انت كونتيها عن نفسك او افكار او اراء الناس حواليكي فيكي؟ عايزة اقولك على كام حاجة كده مهمين جدا. ما تقيميش نفسك من اللي حواليكي، ده اولا. هحكي لك حكاية عن واحدة ما كانتش جميلة بالقدر الكافي من وجهة نظر الناس، وما كانش ليها قيمة برضو من وجهة نظر الناس، وللأسف اتربت وكبرت وهي مقتنعة برأي الناس فيها ومصدقاه، لدرجة انه لما تقدم لها واحد على طول ارتبطت بيه. بتكلم عن قصة بنتين، واحدة قالوا عنها انها حسنة الصورة وحسنة المنظر، وقالوا عن التانية ان عينيها كانت ضعيفة، وهو ده حقيقي. بعد وقت الله ميز البنت اللي عينيها ضعيفة بمميزات ما كانتش البنت اللي هي حسنة الصورة وحسنة المنظر قادرة تاخدها او تحصل عليها. ليئة ورحيل، قصة لبنتين كل واحدة فيهم ربنا ميزها بمميزات مختلفة عن التانية، ومفيش واحدة فيهم قدرت تحصل على المميزات اللي ربنا ميز التانية بيها. وبعيد عن تفاصيل القصة الكتير، ما تقارنيش نفسك بحد، لا في حاجة حلوة ولا في حاجة وحشة. بلاش مقارنة، لأنك ببساطة المقارنة هتخليكي في سجن وهتحد من إمكانياتك اللي ممكن تكون أكبر بكتير من المميزات اللي انت شايفاها بعينيكي في الواحدة اللي قدامك. ركزي على نفسك واشتغلي عليها، استني وقت ربنا المناسب لكل أمر في حياتك، ولما هتعملي كده هترتاحي جدا وهتكوني وفرتي على نفسك وقت ومجهود ضايع في المقارنة المغلفة بالغيرة. خلي بالك دلوقتي في حواليكي أصحاب عندهم علاقات وانت ما عندكيش، حواليكي ناس مرتبطين وانت لسه حواليكي شايفة على السوشيال ميديا حاجات بتخليكي مجبرة تحسي بالمقارنة والغيرة. علشان كده استني. رحيل كانت بتغير من ليئة مع إنها مميزة عنها وأجمل منها، بس قال الكتاب ورأى الرب أن ليئة مكروهة، فعمل إيه ربنا؟ ميزها عن رحيل وفتح رحم ليئة، ورحيل كانت عاقر لفترة محدودة. الله ميزك، أو أنت حتى مش شايفة إنك مميزة، بس دي رسالة النهاردة. شوفي نفسك بعيون إلهك اللي بيميزك، وشوفي نفسك بعيون تقدر تساعدك علشان تحبي نفسك وتقبليها، وكمان تصدقي بعمل ربنا في حياتك.